انه هذا هو البديل الامن للهرمونات. عم احكي عن السارمز. شوف يا ابو عضلات انت وياه، كلمة سارمز هي اختصار لمعدلات مستقبلات الأندروجين الانتقائية، والسارمز هي مواد جديدة نسبيا والضجة حواليها كبيرة كتير، وكتير عالم بتبيعها على أساس إنها هرمونات آمنة أو مكملات وما لها آثار جانبية. وكل محل مكملات ببيع السارمز وبيقول هي مكملات، فالله لا يرزقك. حرام يا أخي، خاف ربك. ما بصير هذا الشي، صار التجارة وين ما كان. المهم، كيف تشتغل السارمز؟ الفكرة من السارمز انها بتستهدف مستقبلات الاندروجين، يلي هي المستقبلات يلي بتستقبل هرمون التستوستيرون الطبيعي بالجسم بشكل انتقائي اكثر من الاسترويدات التقليدية. يعني المفروض انها بتستهدف العضلات والعظام وتتجنب وتكون آمنة للأعضاء التانية، وهذا بشكل عام، والمفروض انه بيقلل الآثار الجانبية. فممكن تلاقيها على شكل حبوب، او كتير منتشر هلأ على شكل سوائل نقط بتشربها مباشرة. طيب يا كوتش، شو هي ايجابياتها المزعومة يلي خلت الناس تتجه للسارمز؟ شوف،